وسع الطرح الجديد بتاع شقق الحكومة نزل وهنتكلم عنه في الفيديو ده بالتفصيل. فلو انت مقيم جوه مصر او من المغتربين طرطق لي ودانك في كل كلمة هقولها في الفيديو. هنتكلم عن الاماكن والمساحات والاسعار وطرق التقسيط وطرق الدفع كمان. وعلى فكرة المفروض الفيديو ده كان ينزل من اول ما اعلنوا عنه من يوم 27/10، بس انا كنت في الحجاز ساعتها عقبال عندكم جميعا. يلا بينا بسرعة من غير مقدمات. مبدئيا الطرح في 3 مدن: اكتوبر، دمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة. كم شقة هنا وكم شقة هنا وكم شقة هنا؟ 409 شقة في القاهرة الجديدة، و223 شقة في 6 اكتوبر، و150 شقة في دمياط الجديدة. وفي بقى من كل الليلة دي كوتا 5% لذوي الهمم. وبأرجع الفيديو كارت الخدمات المتكاملة اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده علشان تفهموا اكتر، لان هنقول سيرة الكارت قدام شوية. التسجيل بدأ على الموقع من يوم 27 اكتوبر 2024، وجدير بالذكر ان ده عيد ميلاد اليسا عشان انا بحبها. وهبقى اسيب لكم لينك الموقع في الكومنتات والستوريز عشان التقديم كله من اوله لاخره بكراسة الشروط على الموقع. ما هي بقى الشروط؟ 1. ان يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية وليس اعتباري، يعني بني ادم مش شركة. 2. السن ما يقلش عن 21 سنة في تاريخ الطرح، وشايفك يا متصابية اللي بتصغري نفسك. 3. الاسرة اللي هم زوج وزوجة، ملناش دعوة بالبوليتيكال كوركتنس، ذمة مالية واحدة. يعني لو 2 متجوزين ما ينفعش كل واحد فيهم يقدم على الشقة، هي شقة واحدة للأسرة كلها. 4. ذوي الهمم يقدروا يقدموا بنفسهم أو بولاية حد. 5. الوحدات اللي في الطرح ده للاستخدام السكني فقط، لا إداري ولا تجاري ولا طبي ولا هعملها مدرسة باليه، وغير مسموح بمزاولة أي نشاط تاني في أي وحدة غير السكني. ولو اتقفشت وانت بتعمل حاجة غير سكنية او نشاط غير سكني، العقد هيتفسخ من غير اي انذار حتى. 6. ودي اهمهم: كل وحدة سكنية بين قوسين كده شقة ليها نسبة في الارض بنسبة مساحة الوحدة للمساحة الاجمالية للوحدات لاجمالي مساحة الارض المقام عليها المبنى. يعني من الاخر كده بالبلدي الشقة ليها حصة في الارض. عشان بس الناس اللي بتقول لي الشقة دي ملهاش حصص في الارض، احب اقول لكم لا، والمعلومة دي هتلاقيها موجودة في كراسة الشروط. هات يا ابني كوبايه الشاي تاني. وقبل ما انسى بس، نسبه اخواتنا ذوي الهمم في الشقق دي قد ايه؟ زي ما قلت من شويه 5%. كام شقه يعني؟ 20 شقه في القاهره الجديده، 11 شقه في اكتوبر، و7 شقق في دمياط الجديده. طب بنحجز الشقق دي بقى ازاي؟ نبتدي كده بذوي الهمم. هتخش على الموقع وهتقدم يا اما لنفسك او تقدم لحد انت ولي عليه، وتعمل تسجيل على الموقع بالبيانات الاساسيه: اسمك والرقم القومي ورقم الموبايل والعنوان والايميل ورقم كارت الخدمات المتكامله اللي قلته من شويه، عشان كده قلت لكم ارجعوا للفيديو. بعد كده بقى انت تحدد عايز تختار تقعد في انهي مدينه وانهي مشروع والدور رقم كام، اذا كان بقى ارضي او دور متكرر من اول للرابع او الاخير اللي هو الخامس. وخدها مني كده، بلاش الارضي، انا جاي لك عن تجربه، وبلاش الاخير كمان عشان الشمس ما تلفحش قفاك. هتدفع بعد كده مبلغ جديه الحجز ومصاريف الدراسه على الرقم المرجعي او الريفرنس نمبر اللي هيطلع لك، يا اما بقى بكارت البنك لو حابب تدفع بكارت البنك، او تدفع كاش من على فوري بلس، او تحويل على حساب بنك التعمير والاسكان، وهتلاقي رقم الحساب برضه والفرع بتاعه طلع لك. وبعد ما يخلص ميعاد التقديم بيراجعوا كل الطلبات اللي اتقدمت ويشوفوا مين مستوفي للشروط، وكمان مين مسدد جديه الحجز، وساعتها بيتبلغوا بميعاد القرعه. وعلى فكره القرعه بتاعه ذوي الهمم بتكون قبل اي حد تاني عشان ليهم اولويه. ندخل بقى على الباقي، نفس الكلام برضه. التقديم من 27 اكتوبر لحد 26 ديسمبر 2024، وزيه زي ذوي الهمم بالظبط. التقديم على الموقع، التقديم في المطلق على الموقع. هتدخل تعمل حساب، ده لو انت ما عندكش حساب تحط الرقم القومي واسمك زي ما هو مكتوب في البطاقه، وهتحط ايميلك ورقم تليفونك ومحافظتك محل الاقامه، لانه ده هيكون عنوان المراسلات ولازم تكتبه صح. ولو اعزب هتحط بياناتك عادي، ولو متزوج او انت متزوجه هنحط بيانات الزوج او الزوجه، وصوره من بطاقه الرقم القومي وش وظهر. ونفس الخطوات برضه، هتختار المدينه اللي انت عايز تقدم فيها والمشروع اللي انت عايز تقدم فيه والدور. بتخش هنا بقى قرعه حسب تميز الدور. بعد كده تدخل على الدفع، يا اما من فوري بلس او من ابلكيشن ماي فوري او من اي محفظه او من جهاز المدينه نفسه او كارت البنك لو حابب، او بتحويل بنكي على بنك التعمير والاسكان. وهتلاقوا برضو بيانات الحساب اللي انت هتحول عليه في كراسه الشروط على الموقع. ساعتها الموقع هيراجع الدفع اللي انت عملته او البيمنت اللي انت عملته ده، ويبعت لك رساله نصيه SMS على الموبايل، وترفع مستند التحويل وترفقه، وتوقع على استماره الحجز بعد ما تطبعها وترفقها
شرحناها برضو. كل الليله دي متاح لينا ان احنا نعملها لحد يوم 26 ديسمبر 2024 الساعه 2 الظهر، وبرضو هيبعتولك ميعاد القرعه. طب افرض انا بوزي يابس وضب يجيب اللحمه من قعر الحله والقرعه ما رسيتش عليا، هاخد فلوسي تاني معروفه بنفس الطريقه اللي انا دفعت بيها. يعني لو كاش في فوري بلس هستلمها تاني عن طريقهم، ولو تحويل بنكي هيترد لي كتحويل تاني، او لو كارت هيرجع لي على الكارت. ده بيكون خلال شهر واحد من نتيجه اعلان القرعه. طب انا امي ده عيالي وزعق لي حد رسيت عليا خلاص القرعه، يا ريت يا جماعه نوطي الزغاريت شويه. هنروح ندفع 20% من ثمن الوحده، زائد نص في المية مصاريف مجلس امناء، زائد 1% مصاريف اداريه. كل ده خلال شهر من اعلان نتيجه القرعه. طب ثانيه واحده، هنا احنا اصلا ما جبناش سيره الاسعار دي. هنا بتختلف حسب مساحه الوحده ودرجه التميز لكل وحده، وهتلاقوا تمن كل وحده من الوحدات المطروحه في كل مشروع في كل مدينه بالتفصيل في كراسه الشروط. وخلوا بالكم وديعه الصيانه قيمتها 8% من ثمن الوحده، وبتسددها عند التعاقد، والمرافق بتدفع ثمنها عادي بمجرد دخولها. فاكرين المصاريف اللي شرحناها من شويه بس ما قلناش من ام كام؟ المصاريف بتاعه التقديم دي 100,000 جنيه، اللي هي قلنا ممكن تدفعها كاش من فوري او تحويل بنك او بكارت البنك. ومصاريف الدراسه 2000 جنيه. ال 100,000 دي لو ما رستش عليا القرعه دي اللي هترجع لي، ال 2000 دول غير قابلين للاسترداد. بعدها بقى هتدفع 20% لو رست عليك القرعه، ما رستش هتاخد 100,000 بتاعتك تاني. ساعه الاستلام بقى بتدفع 10%، كده دفعنا 30% من قيمه الوحده. طب اتبقى كام؟ اسم الله على مقامك كده، انت شاطر في جدول الضرب. 70%. هدفعهم ازاي؟ دول هيتقسطوا اقساط متساويه، دفعات ربع سنويه على 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين. ركزوا بقى في الجمله دي، الاقساط دي محمله بالفايده على الرصيد المدين، يعني الفايده هتتحسب على المبلغ الباقي بفايده البنك المركزي عند الاستحقاق اللي هو رسي الشقه عليا او ان الشقه بقت بتاعتي، زائد 2% حسب تعليمات وزاره الماليه، زائد نص في المية مصاريف تحصيل. اول قسط بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام. الاقساط بتدفع ازاي؟ بشيكات بتتودع اجل، انا بطلع دفتر شيكات من على حسابي وبكتبها. ولو عايز تسدد كامل ثمن الوحده تكيشها وتخلص توتو على كبوته كده، كاتبين انه ينفع تعمل كده في كراسه الشروط. بس خلي بالك برضو مش هتفرق، كده كده الفايده محسوبه. ولو اتاخرت في القسط وعملت من بنها لا مؤاخذه يعني في غرامه معروف. مساحه الوحدات بقى قد ايه؟ 100 متر دي اقل حاجه، وبعد كده عندنا 115 متر، وبعد كده 130 متر، اعلى حاجه خالص 150 متر. وهتلاقي زي ما قلت في كراسه الشروط مسقط افقي للشقه، ورقم الشقه المطروحه، ورقم العماره، والدور كام، والكلام ده كله، وتفاصيل المقدم والاقساط. كل حاجه لكل شقه موجوده بالتفاصيل في كراسه الشروط لكل مشروع في كل مدينه. في الاخر بقى تقولوا لي مستاهل الطرح ده نشتري فيه ولا لا؟ هقول لك انا ذات نفسي اصلا بفكر ابيع شقتي واوسع على نفسي واقدم فيه، بس بصراحه بيني وبينكم كده انا بقدم رجل وباخر رجل، نعي هم البيع وهم العزال. ومعلش انا عارف الفيديو كان طويل قوي شويتين 3 كده، وكان فيه تفاصيل كتيره قوي، بس كان لازم اتكلم بكل تفصيله عن الطرح اللي نزل ده عشان ما حدش يتوه مني، عشان بس نبقى عارفين حتى بنقدم على ايه. خصوصا ان انا كمان لسه قايل لكم بفكر اقدم فيها، انا هقدم في جنه اكتوبر ده لو قررت ان انا اعمل كده، يعني اللي هي ورا مول العرب. ولو حد من سكان جنه اكتوبر كده اللي ورا مول العرب وساكن هناك بقاله حبه حلوين كده، عرفني الدنيا ايه كعيشه وكخدمات والدنيا عامله ازاي هناك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناه اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس، وخدوا لكم لفه كده في القناه عشان تتفرجوا على الفيديوهات القديمه ويجي لكم اشعارات بالفيديوهات الجديده. واول ما ينزل طرح جديد عن اي حاجه في الاسكان او اي حاجه فيها تقسيط او اي حاجه فيها شقق هتلاقوني بعمل لكم فيديو على طول. سلام عليكم.